10:30 نشرة الأخبار مباشرة من قناة العيون الجهوية. أهلا ومرحبا بكم. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم في بلاغ لها أن عيد الفطر بالمغرب سيكون بعد غد الاثنين 20 شتنبر 2012. الوزارة أعلنت أنها راقبت هلال شهر شوال العام 1433 هجرية بعد مغرب يوم السبت 29 رمضان 1433 الموافق ل 18 أغسطس 2012 ميلادية. واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، وأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر رمضان المعظم يكون استكمل 30 يوما، ويكون يوم عيد الفطر الذي هو فاتح شهر شوال هو يوم الاثنين 20 أغسطس 2012 ميلادية. أهله الله هذا الشهر المبارك والعيد السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء إنه سميع مجيب. تخليدا للذكرى 59 لثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، تم اليوم تدشين مجموعة من المشاريع بمدينة العيون. التدشينات أشرف عليها ولي جهة العيون بوجدورة الساقية الحمراء ورئيس المجلس البلدي للمدينة ورفقة وفد رسمي ضم شخصيات مدنية وعسكرية. نعم الداودي ومحمد مولود من لا يخاف. مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بحي الشهداء بالعيون كان المحطة الأولى للوفد المشرف على التدشينات المخلدة للذكرى 59 لثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيد. المشروع كلف ما يناهز 1,600,000 درهم. في إطار تحسين جودة الخدمات بإقليم العيون، فقد قامت مندوبية إقليمية للصحة بالعيون بإعادة ترميم وهيكلة مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، الكل بتكلفة قدرها 1,600,000 درهم بتمويل من وزارة الصحة. المحطة الثانية للوفد كانت صيدلية مستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون، مشروع قاربت كلفة إنجازه 970,000 درهم، ويهدف إلى توفير الدواء للمرضى الذين يتم استشفاؤهم بالمستشفى الحسن بالمهدي. قد تم بناء صيدلية المستشفى مولاي الحسن بالمهدي التي تستجيب لجميع المعايير المعمول بها وطنيا بتكلفة تقدر ب 970,000 درهم بتمويل من وزارة الصحة. الغاية منها هو الجودة والخدمات، تحسين الخدمات والجودة لا بالنسبة لموظفي الصحة ولا بالنسبة لساكنة العيون والجوار. مشاريع ضمن أخرى تم تدشينها بمناسبة تخليد الذكرى 59 لثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، وتهدف بالأساس إلى تحسين الجودة والخدمات المقدمة لساكنة مدينة العيون. في غمرة الاحتفالات المخلدة للذكرى 59 لثورة الملك والشعب والذكرى 49 لعيد الشباب المجيد بسمارة، أشرف عامل الإقليم صباح اليوم رفقة وفد رسمي هام ضم شخصيات مدنية وعسكرية على تدشين وتفقد سير الأشغال على مستوى مشاريع البرنامج الإقليمي للقرب الاجتماعي. تفاصيل أوفى في سياق الروبورتاج التالي مع السلك الزبير ومبارك الباس. بغية تعزيز وتحسين الولوج للمرافق السوسيو التربوية والاجتماعية تبلورت فلسفة مشاريع القرب الاجتماعي. البرنامج يشغل حيزا هاما من تدخل المخطط الإقليمي للتأهيل الحضري والتنمية بسمارة. 40 مشروعا تمت برمجته، بلغت المشاريع الخاصة منها بالقرب الاجتماعي 23 مشروعا توزعت لتشمل المجالات الدينية والاجتماعية الثقافية والرياضية وكذا التربوية الترفيهية. مشاريع خصص لها مبلغ مالي بقيمة حوالي 238 مليون درهم. وبناء على التشخيص الميداني اللي عملوا لنجزوا القطب الاجتماعي على مختلف أحياء المدينة، نجزنا ولله الحمد بفضل
برنامج التأهيل الحضري وتنمية الإقليم، مجموعة من المشاريع التنموية في غضون السنوات الأخيرة. وبعد هذا التشخيص تم وضع رؤية ديال مدة ديال 4 سنوات لما تتطلبه كل مسارات التنمية المحلية، وفي هذا الإطار تم إنجاز تقريبا مجموعة من المشاريع اللي الحاصل احنا كنعتبروها مهمة ومهمة جدا. الوفد الرسمي توقف بسمرة عند سير الأشغال بمشروع تهيئة القاعة المغطاة. المشروع بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 12 مليون درهم بتمويل من عمالة الإقليم ووكالة الجنوب. مشروع بناء مركب سوسيو رياضي للقرب صنف ألف بتجزئة الجويز، محطة موالية للوفد الرسمي. وتعزيزا لقطاع الخدمات الصحية، افتتح المسؤولون صباح اليوم عيادة لطب الأسنان بتكلفة بلغت ما يناهز 1,100,000 درهم. الوفد الرسمي أشرف أيضا على تدشين فضاء الاستقبال السياحي كوحدة تؤمن للسياح وزوار المنطقة معطيات وافرة عن المدارات السياحية المتاحة بالمنطقة. هذا المركز سيكون يعني نقطة ارتكاز في ما يتعلق بالمعلومة بالنسبة لإقليم السمارة، خاصة أن شح المعلومة بإقليم السمارة بصفة عامة في السنوات الماضية كلها هو الذي جعل السياح يقدمون على السمارة بشكل قليل. لكن إمكانية السمارة السياحية التي تعتبر من على المستوى السياحي وبنظرة سياحية من أهم الإمكانيات التي يتوافد عليها السواح والتي يبحث عنها السواح. ورش بناء القاعة المغطاة في إقليم السمارة اللي الحمد لله اليوم تقدمت به الأشغال تقريبا بنسبة تفوق 70%، واللي عرف هذا المشروع بالنسبة لإقليم السمارة علقت عليه الساكنة وعلق عليه الشباب أهمية كبيرة، بحكم أن القاعة المغطاة داخل الإقليم ستساهم في الرفع من الرياضة وستعطي دفعة قوية للرياضة بصفة عامة. عامل الإقليم رفقة الوفد الرسمي تفقد سير الأشغال بمشروع بناء مؤسسة نموذجية للتعليم الأولي لفائدة إحدى الجمعيات الخيرية. المؤسسة شيدت على مساحة 600 متر مربع بغلاف مالي قدر ب 880,000 درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومديرية الإنعاش الوطني. بعدها أشرف عامل الإقليم أيضا على بناء مؤسسة للتعليم العتيق على مقربة من المسجد الأعظم بغلاف مالي قدر ب 24 مليون درهم. بمقر ولاية جهة وادي الذهب لقويرة عقدت اللجنة الجهوية للاستثمار برئاسة ولي الجهة عقدت اجتماعا خاصا لتدارس ومناقشة تفاصيل 10 مشاريع استثمارية مقدمة من طرف بعض المستثمرين الخواص لدى المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة، حيث تمت المصادقة بعد ذلك على 7 مشاريع منها، وقدر الغلاف المالي المخصص لها حوالي 90 مليون درهم. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الصيد البحري والخدمات والفلاحة وقطاعات أخرى. بالإمكان الاجتماع ديال اللجنة الجهوية للاستثمار اللي فيها تقريبا دراسة 10 ديال المشاريع، اللي كانت اللجنة الجهوية وافقت على 7 ديال المشاريع، وهذه كذلك في إطار يعني تطبيق السياسة الحكومية الجديدة من أجل تشجيع الاستثمارات. وكما تعلمون بأن هناك توجه من أجل دعم كل الاستثمارات بما لها من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل. واليوم كانت مشاريع كذلك متنوعة، فيها يعني الصيد البحري، فيها كذلك مشروع ديال تربية الماشية، فيها كذلك مشاريع متعلقة كذلك بالخدمات والتجارة، مشاريع متنوعة الحقيقة كلها لها انعكاس كذلك على خلق فرص الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. المنجزات والبرامج المستقبلية لوكالة الحوض المائي على مستوى إقليم طنطان والتحديات المطروحة بهذا الخصوص موضوع الاجتماع الموسع الذي انعقد بمقر عمالة الإقليم. اجتماع تدارس أيضا سبل الاستثمار المعقلة للموارد المائية بالمنطقة. حافظ محضار وعبد الرحيم حجي. تتحدد مهام وكالة الحوض المائي في التدبير المندمج والمقنن للموارد المائية لضمان الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، تستند في ذلك على مقومات أساسية هي اللامركزية والتضامن والتشاور. من أجل ذلك كان هذا اللقاء الإخباري بمقر عمالة طنطان الذي عدد المنجزات والبرامج المستقبلية بالإقليم، لقاء أبرز خلاله متداخلون أيضا بعض الانتظارات والحاجيات المطروحة بالمنطقة. تم التطرق لجميع النقط التي تعني الماء كالسدود والبحيرات التلية والآبار، وكان الاجتماع فيه عروض جد قيمة، وكان
في فيما تتطلبه الساكنة. ثم عرض منجزات الوكالة داخل إقليم طنطا في ميدان الماء بالطبع، ثم إشراك أو اطلاع المنتخبين المنطقة حول نتائج ديال المخطط المديري لتهيئة المنتجات الموارد المائية لحوض درعا، ثم الإنصات إلى مقترحات واقتراحات ديال السادة المنتخبين والحضور الكريم وكذلك السلطات المحلية وكذلك الطلبات ديالهم اللي غادي نبرمجها إن شاء الله في إطار مخطط عملي مستقبلي. ناقشنا محقة الوكالة سواء وكالة الحوض المائي للسقيا الحمراء والذهب أو وكالة الحوض المائي للاستثمار الصدرة في خلال سنتين والبرامج المستقبلية و يعني ما هي القيمة المضافة التي أضافتها خلق الوكالتين في إقليم طنطا. لقاؤنا إذا بسط استراتيجية هذه المؤسسة العمومية في مجال تقييم وتخطيط وحماية الموارد المائية بالإقليم من أجل تدبير فاعل للثروات المائية الجوفية منها والسطحية التي تزخر بها المنطقة. نبقى بطنطان حيث احتج بعض المواطنين على ضعف الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى الإقليمي الذي لا يرقى إلى مستوى انتظارات الساكنة المحلية بسبب تواضع تجهيزات وهزالة الخدمات الاستشفائية المقدمة، وهو ما يفسر تزايد عدد الوفيات في هذا المرفق الصحي سواء من حيث المواليد الجدد أو المرضى. أنا ابن المرحوم مسن 78 سنة جاون للطب بمرض ضيقة. هاد الناس ما قدموا العلاجات اللازمة، شدوا ساعة فقط، قالوا له ودي تخرج بحجة الإضراب، توفى بسبب إهمال الطب، حنا كنحملوا المسؤولية لوزارة الصحة. مرات عديدة نبهنا إلى خطورة الوضع في مستشفى الحسن الثاني بطنطان المرتبط بضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، الشيء الذي نتج عنه عدة وفيات. وسبق للجمعية المغربية حقوق الإنسان فرع طنطان أن أنجزت تقارير تهم جميع الاختصاصات المتواجدة بالمستشفى. نتأسف لكون أننا كإقليم ديال طنطان نتوفر على الورق على مجموعة ديال الاختصاصيين، ولكن في الواقع غير متواجدين. في الشأن الديني ومع نهاية الركن الرابع في الإسلام الصيام، يحل توقيت أداء ركن آخر من الإسلام الزكاة، حيث يؤدي المسلم زكاته عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته من غالب قوت أهل البلد الذي يعيش فيه أو نقدا كما أجاز ذلك أغلب العلماء. عن توقيت ومقدار الزكاة يدور الربورتاج التالي لمحمد الروزي ومحمد يداس. طهرة للصائم من الرفث واللغو في شهر الصيام، تلك هي زكاة الفطر التي أوجبها الشرع الإسلامي على المسلمين، فتؤدى من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به. زكاة تؤدى مع نهاية شهر الصيام يوما أو يومين قبل العيد إلى حين أداء صلاة عيد الفطر. زكاة الفطر كما هو معلوم هي واجبة على كل نفس موجبها الله تبارك وتعالى، كما وجب زكاة المال تطهير للمال، وجب كذلك زكاة الفطر تطهير للنفس تطهير للبدن، على من تجب على كل معيل عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته. تخرج الزكاة من غالب القوت في البلد أو نقدا بحسب جمهور العلماء، وحددتها اللجنة التابعة للمجلس العلمي المحلي بوادي الذهب المكلفة بتحديد مقدار الزكاة في 10 دراهم كحد أدنى إلى حدود 20 درهما كحد أقصى. يبقى وقت الأفضلية أو وقت الأفضلية في إخراج زكاة الفطر وهو بعد صلاة فجر يوم العيد إلى أن تصلى صلاة العيد. أما الذي تأخر عن في إخراجها بعد صلاة العيد فتعتبر صدقة ولا تعتبر زكاة. مع نهاية شهر الصيام تؤدى الزكاة تطهيرا للصائم مما يحصل في صيامه، وفي ذلك حكمة ربانية هي الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة والإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال
في أيام العيد. من الداخل ننتقل إلى قليميم، حيث اختتمت جمعية التواغيل للتنمية أنشطتها الرمضانية بتنشيط أمسية دينية وزعت خلالها الجوائز على الفائزين في المسابقات القرآنية وباقي الأنشطة الرياضية. أمسية تميزت بحضور والي الجهة حافظ محضار وخالد تريكسي. نماذجنا من القراءات القرآنية الفردية للحافظين لذكر الحكيم من فئة صغار تليت في هذا الحفل الختامي الذي توج الأنشطة والمسابقات الدينية التي نظمتها الجمعية طيلة أيام شهر رمضان الأبرك. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. حافظ 5 الأحزاب وأتمنى في المستقبل أن أحفظ 60 حزبا. أتمنى أن أتمم حفظ قرآن كتاب الله، والآن حاصلة على 23 حزبا وعلى يد الشيخة الفاضلة فاطمة الزهراء البلغيتي. وصلاتنا في المديح النبوي قدمتها الفرقة الموسيقية التي نشطت فقرات هذه الأمسية الربانية. مقاطعنا تغنت بخصال وشمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحفل الفني الديني جاء تتويج المجموعة من الأنشطة اللي تخلتها شهر رمضان الأبرك، منها الإقصائيات المحلية فيما يخص تجويد القرآن، ثم كذلك مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتربوية اللي تخلتها أنشطة الجمعية. المميزون والفائزون في مختلف المسابقات الدينية وكذا المنافسات الرياضية والترفيهية الموازية استحقوا جوائز وتكريمات وزعت عليهما في ختام هذا الحفل. نبقى دائما في إطار الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ولكن هذه المرة بمدينة العيون وبمناسبة ليلة القدر نظمت جمعية التحدي لشؤون المرأة والأسرة عملية إفطار جماعي لفائدة 130 فردا من مختلف الفئات الاجتماعية التي دأبت الجمعية على تنظيمها سنويا خلال هذا الشهر الكريم. بالعيون نظمت كل من الرابطة الجهوية لخدمة الطفل التعليم الأولي والمرأة وشبكة نساء عيون الساقية الحمراء وادي ذهب حفلا خيريا بمناسبة عيد الفطر. العملية استفاد منها عدد من أبناء الأسر الفقيرة والمعوزة بالمدينة. والآن المرة الجاية جدا. نشاط خيري لتقسيم ملابس للنساء المحتاجات والأطفال المحتاجين، وكانوا اختاروها في هذا النهار يعود هذا العيد المبارك اللي كان إن شاء الله ربنا اللي يعود صبح النهار ثاني لدى الله. قالوا يفرحوهم ويلبسوهم ويجي الله ويشتغلوا معهم على هذه الطريقة، وهذا قاع برنامج اللي دائما يشتغل حسب الطاقة. نقوم بتوزيع عدة هدايا لفائدة هذه الفئة المحتاجة للتخفيف من معاناتهم والوقوف معهم في هذا العيد المبارك السعيد. يعد شاطئ الوطية الوجهة السياحية المفضلة لساكنة مدينة طنطان والمدن المجاورة لها، باعتباره أحد أجمل الشواطئ بهذه المنطقة وأكثرها جذبا للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، وخصوصا خلال شهر رمضان حيث يتزايد الإقبال على الشاطئ ليلا بشكل ملحوظ. عن هذه الأجواء الليلية الرمضانية يدور ريبورتاج غالي القارحي، صالح رقيبي وأبو جمعة الزاوي. حركية كبيرة يشهدها شاطئ الوطية خلال ليالي رمضان، توافد كبير على الشاطئ من طرف المصطافين والسياح فرادى وجماعات. مباشرة بعد الإفطار وأداء صلاة التراويح يزدحم الكورنيش بهواة المشي والتجوال للاستمتاع بنسيم البحر وهوائه المنعش، بعيدا عن روتين المنازل وضوضاء المدينة.
لا سيما خلال الفترات التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة. نعدلوا سحورنا ونعدلوا مساينا كاملة ونسيوا ناشطين ولاعبين وضاحكين مجوزين نسحروا نمشوا طنطان. فيه الأمداح النبوية وفيه الناس تلعب السيف وفيه الناس تسهر فهمت مجمعة وتتحاكى وتتناول وده زين والله ما شاء الله. التمتع بليالي ساحرة وآسرة على شاطئ الوطية يأخذ أشكالا أخرى، ففي الوقت الذي يختار البعض المقاهي والمطاعم للاستراحة والاستمتاع بالجو، يشكل الشاطئ فضاء للسهرات العائلية من خلال الاتفاف على جلسات الشاي الصحراوي والتسامر حول مختلف المواضيع وممارسة بعض الألعاب العصرية والتقليدية. أجواء الوطية تبارك الله زينة، عقب الفطور نجوهون نطرحوا معينتاي نلعبوا شوي تبارك الله دومين والسيق شي ياسر تبارك الله ونضحكوا كاملين مع اصحابنا واحبابنا كاملين. الله عاقب الفطور الناس لا تفطر تبارك الله نجي مطلع الشط وجو زين تبارك الله لا في الصبح لا في العشيه تبارك الله جو زين. بعد ليلة من السهر والسمر والتمتع بأجواء البحر، وفي ساعة متأخرة من الليل بدأ الجميع إعداد نفسه ولملمة أغراضه للمغادرة والاستعداد ليوم صيام جديد. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة سعداني بنت الشيخ ولد برذلي عن سن تناهز 53 سنة. المرحومة تنتمي لقبيلة يكوت، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكن فسيح جناته وعلى مذويها الصبر والسلوان وأن لله وإن إليه راجعون. كما أوردنا ذلك في بداية النشرة نعيد التذكير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت مساء اليوم في بلاغ لها أن عيد الفطر بالمغرب سيكون بعد غد الاثنين 20 شتنبر 2012. الوزارة أعلنت أنها راقبت هلال شهر شوال عام 1433 هجرية بعد مغرب يوم السبت 29 رمضان 1433 هجرية الموافق ل 18 غشت 2012 ميلادية، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، وأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر رمضان المعظم يكون استكمل 30 يوما، ويكون يوم عيد الفطر الذي هو فاتح شهر شوال هو يوم الاثنين 20 غشت ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك والعيد السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب سمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء إنه سميع مجيب. الآن نصل مشاهدينا الكرام للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس بأقل من الجنوبية ليوم غد إن شاء الله، حيث يرتقب أن تكون هناك سحب مدارية غير مستقرة قد تعطي بعض القطرات المطرية المتفرقة أو زخات رعدية بوسط المنطقة. درجة الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة بسيدي إفني و 36 درجة بقلة الزنقور. درجة الحرارة العليا ستتراوح ما بين 45 درجة بكل من السمارة وبكرة و 26 درجة بالداخل. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل هيجان إلى هائج بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 6 و29 دقيقة، أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 7 و22 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 34 درجة بنواكشوط، 28 درجة بلاس بالماس، 45 درجة بتندوف، 45 درجة بالرابوني مع التسجيل 26 درجة بالعاصمة الرباط. مباشرة بعد نهاية هذه النشرة تلتقون مع الحلقة الأخيرة
من المسابقة الخاصة بتجويد القرآن الكريم التي نظمت بمدينة العيون وسائر المدن الجنوبية. وفي نهاية هذه النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت www.asnafir.com. كما يمكنكم متابعة البث الحي بقناة العيون الجوية وإذاعتي العيون والداخل الجويتين من خلال موقع المجلس الملكي الاستشاري للفنون الصحراوية www.concordcast.com. كما يمكن لمشاهدينا الكرام متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون الجوية من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا على الساعة 2 مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا على حسن المتابعة، والى الملتقى بحول الله.